السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ توتي. النهاردة هنقدم مع بعض ستريبس الفراخ، ان شاء الله يعجبكم. هنعمله بكفر غير مكلف اقتصادي، ان شاء الله تابعوا الفيديو للنهاية عشان تشوفوا عملنا الجمال ده ازاي. طلعت النتيجة تحفة جدا، وطري جدا من جوه ومقرمش من بره. القرمشه واضحه قدامكم اهو. ان شاء الله وصفتي وتقديمتي للستريبس تعجبكم، بس اللي يعجبه وصفتي ما ينساناش في اللايك والاشتراك في القناه لاول مره يشوفنا وتفعيل الجرس عشان اي وصفه جديده اعملها يوصل لكم اشعار بيها. تعالوا نشوفوا عملنا الجمال ده مع بعض ازاي. عندي نص كيلو صدور فراخ، انا هنقطعها معاكم طبعا عشان عايزه اقطعها قطع تخينه شويه. وعندي التوابل اللي انا هستخدمها. انا عندي معلقه ملح كبيره، معلقه فلفل صغيره، معلقه توم باودر، ومعلقه بصل باودر، معلقه جنزبيل، معلقه بابريكا، ونص معلقه كزبره ناشفه. بالنسبه للدقيق اللي هستخدمه، انا عندي كوبايه ونص دقيق، عليهم نص كوبايه نشا، وعندي نص كوبايه ميه. دلوقتي اول حاجه هبتدي بيها انا هقطع معاكم صدور الفراخ. انا هجيب صدر الفرخه كده، هنقطعه بالنص كده، بيبقى فيه عظمه رفيعه هنا، انا هنشيلها. الاول هنقطع الصدر ده، انا عايزاه تخين كده زي ما هو. هنقطعه شرايح كده طويله بالشكل ده كده، بالورب كده، علشان خاطر اولا تبقى سميكه بس ما تبقاش طويله قوي. بالشكل ده كده. دي الشيء التاني من الصدر، انا برضو قطعته كده نص اهو بالشرايح الطويله كده. انا عايزاها سميكه طبعا علشان ما تنشفش مني. دلوقتي هبدا اعمل الخطوه التانيه. انا هنقلهم على طبق وهبدا احضر الدقيق بتاعي. كوبايه ونص الدقيق، انا هنضيف عليهم نص كوبايه النشا، ونقلب كده، وهنضيف التوابل اللي عندي كلها بالشكل ده كده. هنقلبه كله كده لحد التوابل كلها ما تيجي على النشا والدقيق كله بالشكل ده كده. هنقص نص الكوبايتين دولت، هنقصهم في بوله تانية بالشكل ده كده بالتقليب كده. هسيب الدقيق ده كده ناشف زي ما هو، وهاجي على الدقيق ده عندي نص كوبايه الميه، هبدا اقلب فيها كده. انا عايزاها تكون عجينه بس سايله شويه. هنضيف نص كوبايه دي كلها، حسيت ان هي محتاجه نص كوبايه الميه كلها، حسيت ان هي حبه ميه كمان هنضيفها. هنضيف فعلا نص كوبايه ميه تانية علشان انا عايزاها عجينه سايله. انا ضفت نص كوبايه ميه تانية، ضفت حبه في حبه برضو هنضيف، يبقى انا استخدمت كوبايه ميه بحالها على الدقيق اللي موجود هنا. هنقلب كده بالشكل ده لحد ما يبقاش فيه كلاكيع خالص للدقيق. هتبقى بالشكل ده، وهتبقى متبله عندي متبله كده. هنحط فيها الصدور كلها بتاعتي، وهنسيبها نص ساعه تقريبا كده او 10 دقايق، يعني مش هنسيبها وقت طويل، بس عشان تاخد من التتبيله بتاعتي دي كده. هنضيفها كده بالشكل ده، هسيبها 10 دقايق او نص ساعه وارجع تاني معاكم نشوف هنعمل ايه مع بعض. انا سبتها نص ساعه. اللي مستعجل قصدي يعني ممكن 10 دقايق بالكتير، مش هتحتاج ان هي تتنقع كتير في التتبيله دي. انا هنحطها بقى في الدقيق ونغلف كده بالدقيق بالشكل ده، ونحط في الطبق. هي ميزتها ان هي سريعه جدا وما بتاخدش وقت ومفيش مكونات كتير هستخدمها، بس نثبت الدقيق فيها بالشكل ده كده ونحطها على طبق، وهنخلص الكميه كلها بنفس الطريقه وبنفس الشكل. طبعا الغلاف اللي هي متبله بيه عليه توابل وعليه ملح وكله هيتبل لنا صدور الفراخ بتاعتنا، والدقيق ده كمان هستخدم كل الصدور، هعملها بنفس الطريقه دي كده، واقلي على طول في الزيت. جاهزه طبعا الزيت على النار يقدح، بس بهدي النار ما بعليهاش قوي علشان ما يتحرقش معايا ويستوي من جوه. وهنزل كده بصدور الفراخ بالشكل ده كده يتقلى.
الاول هستنى انه يشمع قبل ما اقلب فيه. وهنتابعه معاكم طبعا. انا هبدا اقلبها على الجنب التاني بالشكل ده كده. طبعا انا مهديه النار عشان تستوي من جوه، بس مش واطيه قوي، النار بتبقى وسط. نستنى لما يتحمر شويه وابدا اقطعه، وهوريهولكوا طبعا لما يتظبط لونه وابدا اخرجه من الزيت. انا قلبتها طبعا على الناحيه التانية، هي خلاص احمرت، اخدت اللون الجميل ده. انا مهديه النار طبعا عشان تستوي من جوه. انا هبدا اطلعها على مناديل بالشكل ده كده، وهنقلي برضو الكميه الباقيه واوريها لكم كلها لما تخلص. ده الستريبس بتاعنا بعد ما طلع من النار، كله لونه جميل جدا ما شاء الله. دي طبعا بيديله لون جميل جدا، وان شاء الله وصفتي والتتبيله اللي انا عملتها تعجبكم، وبألف هنا.